أثبت لي عكس ذلك. إذا لما لا تأتي معي حتى نجلس معا ونتحدث؟ لا والله لا أجلس مع جبان. صدقت والله. ماذا تعني؟ أنا والله جبان، ولكن أتعلم لماذا؟ لأني أخاف أن أقف يوم القيامة بين يدي الله وفي رقبتي قطرة دم واحدة لمسلم أو غير مسلم قتل بغير الحق. ماذا أقول لرب الذي قال لي: ما قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ماذا أقول لرسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي قال لي: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. ومن أخبرك أن هؤلاء مسلمون؟ سأقول لك إذن كما قال الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في موقف كهذا: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان يعرف المؤمن من الكافر. لقد جاهدت وأنا أعرف حق الجهاد. الحلال بين والحرام بين. أكمل يا رجل، لما لم تتم الحديث؟ الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه. لكم دينكم ولي دين. ألا إن ربكم رب واحد. دعني لما أنا فيه، وبيني وبينك الله. يا رجل يا رجل، كن المقتول ولا تكن القاتل. الدنيا ساعة والآخرة خلود. الهلاك ليس ها هنا، الهلاك الحقيقي من أتى يوم القيامة بميزان تقطر منه الدماء. الهلاك هلاك النفس لا هلاك الروح. ويل لمن أهلك نفسه بنفسه، ويل لمن أهلك نفسه بنفسه. ما لكم أيها المسلمون، ما لكم أيها المسلمون؟ يقتل المسلم أخاه باسم الإسلام، يكفر المسلم أخاه باسم الإسلام، تشاهدون بعضكم بعضا باسم الإسلام. ألا لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه. فاتقوا حمى الله، اتقوا محارمه، اتقوا من لو غضب عليكم لخسفكم بطرفة عين. اتقوا من لو غضب عليكم لسلط عليكم أعداءكم يسومونكم سوء العذاب. اتقوا الله.